في فيديو النهاردة هنتكلم عن نصايح غذائية لو بدأت تطبقها صح هتحس إن جسمك بيشتغل بكفاءة أعلى، طاقتك ثابتة، مزاجك أحسن، وتمرينك أقوى. لأن الأكل مش مجرد سعرات تدخل الجسم، الأكل هو المادة الخام اللي جسمك بيبني بيها العضلات، الهرمونات، والمناعة. وناس كتير بتاكل كتير بس جسمها ضعيف جدا لأن اختياراتهم الغذائية غلط. شفائيات. أول نصيحة هي إنك تركز على جودة الأكل مش الكمية بس، لأن الأكل الطبيعي الغني بالعناصر الغذائية بيدي جسمك اللي محتاجه فعلاً، وبيحسن الهضم وبيقلل الالتهابات وبيخلي الحرق أفضل. 2000 سعر من أكل مصنع مليان سكر وزيوت مهدرجة مش زي 2000 سعر من أكل طبيعي فيه بروتين، ألياف ومعادن. حاول تخلي أغلب أكلك من مصادر واضحة زي البيض، اللحوم، السمك، الخضار، الفاكهة، الحبوب الكاملة، وقلل قدر الإمكان من الأكل اللي معمول في مصانع. تاني نصيحة هي إن البروتين لازم يكون عنصر ثابت في كل وجبة، لأن البروتين هو المسؤول عن بناء العضلات والحفاظ عليها، وكمان بيشبعك لفترة أطول وبيقلل نوبات الجوع المفاجئة. توزيع البروتين على اليوم بيحافظ على معدل البناء العضلي ثابت وبيساعد في التحكم في الوزن، ويفضل يكون من مصادر متنوعة علشان جسمك ياخد كل الأحماض الأمينية الضرورية. ثالث نصيحة هي أنك ما تخافش من الدهون الصحية، بالعكس الدهون الطبيعية ضرورية لامتصاص الفيتامينات زي A و D و E و K، وضرورية لإنتاج الهرمونات زي التستوستيرون، وبتساعد على ثبات الطاقة ومنع الجوع السريع. زيت الزيتون، المكسرات، صفار البيض، والأسماك الدهنية مصادر ممتازة، والمشكلة دايماً في الدهون الصناعية والمقلية اللي بتبوظ الجسم وبتزود الالتهاب. رابع نصيحة هي إن شرب المياه لازم يكون عادة يومية مش حاجة ثانوية، لأن المياه بتدخل في كل وظيفة في جسمك، من الهضم للحرق لتوصيل العناصر الغذائية للعضلات والمخ. الجفاف حتى لو بسيط ممكن يقلل الأداء والتركيز ويعمل صداع وإرهاق. حاول تشرب مياه على مدار اليوم وخلي لون البول فاتح علشان تتأكد إن جسمك مترطب كويس. خامس نصيحة هي إن الانتظام أهم من المثالية، لأن أفضل نظام غذائي هو اللي تقدر تكمل عليه شهور وسنين، مش نظام صارم تمشي عليه أسبوع وتسيبه. حاول تظبط أكلك بنسبة 80% صح و20% مرونة علشان تفضل مستمر، ومع الوقت هتحس إن الأكل الصح بقى أسلوب حياة مش مجهود مؤقت. الخلاصة إن التغذية الصح مش حرمان ولا تعقيد، التغذية الصح هي وعي واستمرارية واختيارات ذكية كل يوم. لو ركزت على جودة الأكل والبروتين والدهون الصحية والمياه والاستمرارية، جسمك هيبدأ يتغير من جوه قبل ما يتغير من بره. ولو عايز فيديوهات أكتر عن التغذية وبناء العضلات والصحة العامة، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. واكتب لي في التعليقات إيه أكتر نصيحة حسيت إنها كانت سبب مشكلتك الفترة اللي فاتت.